أنا ما أدري شنو هو دعم. هل يعني أنا هذه الأمور مش دقيقة عندي. يعني هل يعطون لشخص معين حتى يصرف على الدعوة؟ كيف تفهمها يعني أنت؟ كيف تفهم الدعم بالمعنى الدعم المفهوم؟ كيف تفهم الدعم؟ أنا أفهم أنه فيه يعني شيء مرصود، خذ هذا المبلغ وخذ هذا الدعم ومارس الدعوة وكذا إلى غير ذلك. أنت تقول أن هذا غير موجود. تقول غير موجود؟ هذا غير موجود. طيب هل تستطيع سيد إدريس أيضا أن تنفي ما يقال عن أن عددا كبيرا من الطلبة المغاربة ذهبوا إلى إيران من أجل الدراسة، حيث تقدم لهم بعثات وحوافز وما إلى ذلك؟ في من هالكلام أم أنه هذا كلام أيضا غير دقيق؟ زين. طيب فيه ناس يذهبون إلى السعودية، إلى أوروبا، إلى كذا بنفس يعني. لا نحن نسأل هنا بالذات أن الموضوع يعني. سيد إدريس نحن هون الموضوع يعني أنت يعني تجاوب السؤال بسؤال آخر. يعني السؤال هنا عن موضوع التشيع، فأنت سألناك يعني هناك طلبة في هذا السياق يذهبون إلى إيران ليدرسوا، لم نقول شغلة سلبية يعني في النهاية. لا ممكن، نعم هذا ممكن أنهم يذهبون، هم يريدون أن يذهبوا للدراسة وهناك دراسة، ما المشكل فيها؟ ولكن هذا سؤالي، ليس هناك تشجيع، ليس هناك بعثات مثلا تعطى لهم على حد علمك؟ يعني شو بعثات يعني هذه مثلا الذين يدرسون في هذه المدارس عادة ما تعطى لهم ما يعطى للطلبة في جميع العالم، وهو شيء زهيد يعني مستوى الطلبة يعني وبالتالي أقل عدد يمكن أن تعتبره في هؤلاء الطلبة في المغاربة هو هناك. طيب أنت تتحدث لي عن أقل من 10 يعني، بينما تعد في بلدان العالم بالأمور بالمئات وبالآلاف. طيب سيد إدريس، أنت أقريت بأنك تقوم بتأطير أو تدريس العديد من الطلبة، وأن هذا التدريس أو التأطير ثقافي، قلت هذا الكلام؟ وليس ايديولوجي. أنا شغلي قلت أنه ثقافي وليس ايديولوجي، قلت هذا الكلام؟ طب شوف، حينما سئلت هذا السؤال أنا دائما أجيب، لا ما عنديش مبادرات ولا تصريحات، أنا أسأل وأجيب. قلت أنه ربما فيه بعض الناس يتم مش تأطير، هذه كلمة تأطير ما جت من عندي أصلا، أنا أنفيها ما هي العبارة الأدق إذا؟ أنا أتحدث. ما هي العبارة الأدق؟ يا أخي أنا موجود في المشهد الثقافي، فتداخلاتي ومطارحاتي الفكرية والثقافية هذا طبيعي. هل هذا تأطير؟ أنا أساسا ضد عملية التأطير الأيديولوجي. ربما قلت هذا الكلام هذا ليس هو أنت ما نقل عنك أنك لا تؤطرهم أيديولوجيا، تؤطرهم ثقافيا، هذا ما قيل. هذه هي مشكلتي مع إعلام غير مثقف. طيب سيد إدريس، أنت قلت بأن بعض الفرنسيين والإسبان والبريطانيين، وأنا هنا يعني أنقل، حين يدخلون الإسلام إنما يدخلونه عن طريق الإسلام الشيعي، قلت هذا الكلام أم لا؟ نعم طيب. نعم هذا قلته. يعني هناك جهة شيعية تعمل على إدخال غير المسلمين في الإسلام، لا نقول شيعي وسني غير ذلك، في من هالكلام؟ هي مسألة، نعم هي بقاعدة بسيطة، كل دولة وكل جهة دينية عندها سياسة دينية تسمى التبليغ، ماشي أنه تعميدات وكذا، لا هو كلام إذا جاء واحد قال له أنا والله بدي كذا عادي، فليش فقط تحصر القضية في الجانب جهة؟ أليس هناك تبشير مسيحي؟ أليس هناك سلفية تمارس الدعوة وكذا؟ هناك ناس يسلمون. الإسلام مش ضروري أنني دعني أخذ الإسلام في ناس تقرأ. يعني سيد إدريس دعني أخذ يعني أنت ليس لديك مشكلة يعني إذا كان أحد يريد أن يشيع في المغرب بعض الناس، ليست هذه مشكلة منظورك، وهناك تنصير وهناك على رأيك يعني كما تقول تسميم. أنا ضد، شوف أنا ضد الأشياء التي تخرج عن حدها. من يحدد الحد؟ يعني هذا زاد عن حده أو نقص عن حده، من يقرر هذا؟ والله أنا أقول لك، أنا إنسان حر وبحب وبعشق حريتي، ولكن أنا من وجهة نظري الفكرية لا أريد أن أنمط البشر ولا أريد أن أنمط. أنا أمارس الفكر ومفتوح وكذا، ولا أريد أن أتهم بأشياء ممكن أن دعني أختصر هذا النقاش. إذا أنت لست ضد مثلا أن يتشيع الناس في المغرب، كلام صحيح؟ لا إله إلا الله. شوف أنا أؤمن بشيء واحد، وهو أن الإنسان هو الذي يملك الإرادة ويملك حريته، وهو الذي يقرر في النهاية، وبالتالي لا يحتاج. طيب دعني أنقلها إذا لنقطة أخرى، بالتالي أنت ليس لديك مشكلة مثلا في التنصير ما دامت الناس تختار في يعني بقناعة، أليس كذلك؟ أنا في الحدود الشخصية أنا ليس عندي أدنى مشكلة فيما يتعلق بضمير الإنسان. أنا ضد سياسة تفتيش الضمير وضد سياسة دواوين التفتيش. فيما يتعلق بالضمير وعلاقة الإنسان مع أفكاره ومع كذا، أنا لست مكلفا بهذا طب الموضوع. دعني أكون أكثر دقة سيد إدريس. يعني إذا كان أحد المواطنين المغاربة يريد أن يصبح مسيحيا أو يتنصر، ليس لديك مشكلة، هذه كما قلت أنت هو حر، هذه قناعته. شغله هذا.
شغلو هذاك. أنا أتحدث فيما يتعلق بالمغرب، أتحدث في مجموعة من الثوابت، في مجموعة من الأمور التي يكون بها المغرب يعني يمنع أو من حقه أن يفعل حق المواطنة وواجب الوطن. نعم نعم عفوا. يعني سؤالي يعني يجب أن يمنع أم أن هذا حق مثلا حقه كما قلت هو حر يختار ما يريده؟ لا هو لا، حتى هو في المغرب يتحدثون عن أشياء تأطيرية تنظيمية بشكل ينبني على سياسات. هو ما عنده دخل في شخص معين. سؤال دقيق سيد إدريس، شخص يريد أن يصبح مسيحيا مثلا، أنت قلت حر وهذه قناعته بالنسبة لي ما عندكش مشكلة، شغله هذا ما عندك مشكلة؟ لا والله ما عندي مشكلة. أنا مع الخلق كله. طيب سيد إدريس، أنت قلت أيضا بأن التشييع، وأنا أنقل، ليس انقلابا على السنة بل جملة من تدخلات تصحيحية وتوجيهية، وأنا دقيق في هذا الكلام. يعني ما هو الذي يتطلب التوجيه والتصحيح في السنة؟ لا صحيح، هذا كلام يقوله العقلاء، يقوله النقاد العميقون، بأنه التشيع تاريخيا طبعا وعقائديا هو في سياق حركة تصحيحية داخل السنة، وبالتالي نجد أنه هو نفس السنة. يعني طيب ما هي وجهة نظر ترجيح؟ ما هو التصحيح الذي يعني يبتغيه أو يقصده المذهب الشيعي عندما نشأ، حتى نكون يعني نرجع إلى التاريخ فيما يتعلق بالسنة؟ ما هو التغيير الذي يريد أن يحدث؟ هو طبعا الموضوع طويل جدا جدا لا تتحمله هذا اللقاء، ولكن يعني مثلا مفهوم العدالة، الموقف من الموقف العقائدي من التوحيد، الموقف من الإمامة، الموقف من قضايا الأمة. حركة الحسين هي تصحيحية، إنما خرجت لإصلاح في أمة جدي، وأشياء من هذا القبيل باختصار. وهل ما زال حتى الآن تعتقد الجانب السني يحتاج إلى تصحيح أيضا يعني، أو المذهب السني؟ أنا من منطلق فكري أعتبر أن الأمة الإسلامية في الهوسة، وعندهم مجموعة من القضايا يجب أن تصلح، وهذا طبعا يقول كل مصلحون. وكما هناك في التشيع هناك أمور المصلحون يقولون هذا خطأ هنا وكذا كذا، كذلك في الجانب السني. فأنا أعتبر أن العطب موجود في العالم الإسلامي، والتاريخ الإسلامي يجب أن يعاد كتابته كتابة حقيقية تليق بثقافة العصر وبالنضج البشري المعاصر. طب ما هو الخطأ في التاريخ، يعني التاريخ الإسلامي حتى يعاد كتابته؟ ما هو برأيك؟ يعني أغلبيته خطأ. نعم. طيب. يعني في تزييف مش خطأ، لأن الخطأ أحيانا يكون مصمم. يعني أنا أريد أن أزيف حقيقة، وهذا تاريخنا يعترف به كل المؤرخين الذين يتعاطون مع التاريخ بروح نقدية. طيب سيد إدريس، في تعقيبك على اعتبار الصحابة عدولا يعني لا يخطئون ومعصومون، قلت هذا كلام غير عقلاني، فمنهم الجيدون ومنهم من هم غير معتبرين. أنا أنقل بالحرف الواحد، قلت هذا الكلام؟ طبعا. طيب من هم غير المعتبرين من الصحابة؟ أعطينا مثالا على غير معتبرين من الصحابة مثلا. يعني أتحدث عن الصحابي الذي ارتكب بعض الأمور من الأخطاء وكذا، أنه ليس معتبر فيما يتعلق بنقل السنة، بنقل الحديث. أنا سأتي إلى النقطة، بمعنى حينما أقرب مثال سيد إدريس، من مثلا هم الصحابة كثيرون، من منهم مثلا؟ كثيرون من الصحابة الذين أنا شخصيا لا أثق في مواقفهم الفقهية مثل مين من الصحابة؟ مثل من يعني؟ والله كل من له يعني أنا عندي معيار، كل من وقف موقفا سلبيا من الإمام علي فهو ليس معتبر عندي. مثل مين؟ ما هو يعني أنا أريد أسمع منك يعني اسم مثل مين يعني؟ أنا لا. هل يعني والله لو تؤاخذني، هل الذاكرة لا تسعفك بأن تذكر واحدة من الصحابة وقف علي؟ لا حاضر عندي، ولكن أيضا أنا أتفهم واقع الأمة المعاصر، فيه ناس يدينون ويقدسون هذه الشخصيات وأنا أتفهمهم، ولذلك أنا أتفهم وأعتبرهم مسلمين أيضا، وأعتبرهم من رموز التاريخ الإسلامي، ولكن وقعوا في هذا الخطأ. فأنا حينما أختار بين شخص وشخص لا أقدم أحدا على الإمام علي في عصري. طب هل إذا أنت في هذه الحالة ممن يرفضون الترضي على الصحابة، يعني القول يعني رضي الله عنهم؟ لا، عندنا لو كنا